السلام عليكم، كيف دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو وانتم في صحه جيده وعلى احسن ما يرام. اليوم جبت لكم واحد المريقه ديال الحمص ولي زيبينار، كتجي زوينه بزاف، كتجي رائعه وصحيه 100%، لان زعما الا كانوا وليدات صغيورين يصلح لهم هذا الطبق هذا، لان الدكاتره لي بيدياتر كيوصيو على بحال هاد لي غوسيط هادو الوليدات، يعني فيهم بزاف ديال لي فيتامين وكيسخنوا مزيانين للكبار والصغار. كتجي هاد لي غوسيط سهله وزوينه بزاف 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 بزاف، وغادي تسخنكم مع هذا البرد هذه، يعني هذا البرد غير ديال القطنيه. غادي نخليكم مع المقادير والطريقه ان شاء الله. المقادير اللي غنحتاجو لهاد لاغوسيط هذه كالتالي: غنحتاج هنا 300 غرام ديال لي زيبينار مغسولين، سواء كان عندكم لي زيبينار سواء كان عندكم السلك، بجوج بهم كيصلحوا في هاد لاغوسيط هذه. المهم 300 غرام ديال لي زيبينار يكونوا مغسولين، 400 غرام ديال الحمص اللي فزقناه ليله كامله. عندي واحد البصيله ما تكونش كبيره بزاف وما تكونش صغيره، يعني تكون متوسطه، دوزتها في الطحانه باش تخرج ليا رقيقه وما تجيش باينه في هاد لاغوسيط هذه. جوج ضريسات ديال الثومه، ما يكونوش كبارين، يكونوا متوسطين، ولا تكون وحده كبيره. عندي هنا مطيشه كبيره طويله، هذه تكون مطحونه، ولا جوج مطيشات صغيورين. المهم مطيشات طويله، المهم اللي كيتواجد عندكم. انا كنفضل مطيشات طويله لان كتعطي اللون وما كتجيش حامضه. المهم هي طحنتها حتى هي باش ما تجيش باينه. عندي هنا واحد شويه ديال الابزار، شويه. عندي هنايا واحد المعلقه مع عامراج ديال التحميره، وعندي هنا نص معلقه ديال الكمون، هانتوما كتشوفوا معايا التحميره. وعندي هنا الكمون كيف قلت لكم قبل، وعندي الابزار والملح على حسب الذوق ديال كل واحد. وعندي هنا زويته بلديه. دابا غندوزو للطريقه. اول حاجه غادي نبداو بها، هو الحمص. هانتوما كتشوفوا معايا، ها الحمص ساهل ماهل الطريقه، راه كلشي كيعرف يسلق الحمص. درت فيه المويها وغندير ندير فيه غندير فيه مليحه. ما نكثروش الملحه بزاف في الحمص، لان هاد المريقه هاد الماء اللي غنسلقوا فيه الحمص به باش غادي نمرقوا به هذاك لي زيبينار وهذاك لاصوص اللي غادي نصايب معاكم. دابا غادي نمشي نديرو فوق البوطه حتى يتسلق ليا ونرجع معاكم. خديت هنايا واحد طنجره غادي نديرو فيها زويته. المهم الزيت القياس اللي غادي تشحرنا فيه البصله ومطيشه، كثروا الزيت بزاف. صافي، غادي ندير البصله اللي ذكرت معاكم وغادي نخليها حتى تطيح واحد شويه، يعني تشحر واحد شويه، عاد باش نزيدو عليها هذيك مطيشه. ما نزربوش على البصله، نديروا لها مطيشه دغيا نخليوها حتى تطيح لنا شويه كيف قلت لكم. غادي نكرازي هاد الثومه كيف كتشوفوا معايا. صافي، هنا من بعد ما اكرازيت الثومه زدتها على البصله، صافي كيف قلت لكم غادي نشحر هاد البصيله مع الثومه مزيان وغادي نرجع معاكم. هنا كتشوفوا معايا البصله هي طاحت واحد شويه، شحرت واحد شويه، غادي نزيد عليها مطيشه، غادي نخليوها واحد شويه حتى هي تقلى مع ديك البصيله باش كتجينا هاد لاصوص هادي زوينه، وحتى المريقه كتجينا خاطره. صافي، هنا كتشوفوا معايا غادي نخليها واحد شويه. هنا من بعد ما تشحرت ليا هاد لاصوص هادي حتى مطيشه كيف ذكرت معكم قبل، نتوما راهم تحمرات. دابا غادي نزيدو لي زيبينار شويه بشويه حتى نكملوا هذيك الكميه كامله. هنا راه مازال عندي، هنا راه وريتكم غير واحد لا كونتيتي، راه مازال عندي لي زيبينار، يعني 300 غرام، راه فيها الخير والبركه. نتوما كتشوفوا معايا غادي نبقى نحرك حتى ندير الكميه ديال لي زيبينار كامله وغادي نرجع معكم. ومن بعد ما تشحروا لينا جميع المكونات او جميع المقادير، البصله مطيشه لي زيبينار، غادي نزيدو دابا العطريه. هنا غندير واحد شويه ديال الابزار، شوفوا معايا، غادي ندير تحميره، وغادي نديرو شويه ديال الكامل كيف قلت لكم قبل، نزيد واحد شويه.
صافي. وغادي نحرك الكل جيدا، غير واحد 2-3 ديال الدقائق بحال هكا كاينه صافي. وغادي نطفي عليها حتى يوجد ليا الحمص. ملي تسلق ليا الحمص عاد باش غادي نخلطهم كامل. دابا غنشحرها، هذا الشيء كامل غنشحر غير واحد شويه ونرجع معكم. هنا رجعت معكم من بعد ما تسلق ليا الحمص. هانتوما كتشوفوا دابا غادي نخويه بهذيك المريقه ديالو. ما نكثروش الماء بزاف في الحمص، لان ديك المريقه اللي كيطلق الحمص هي باش كنمرقوا بها هاد لاغوسيط هاد. المهم غادي نخوي الحمص بهاد المريقه ديالو. شوفوا معايا صافي. هنا كتشوفوا معايا غادي نحرك مزيان الحمص مع هاد لي زيبينار وهاد الشيء، وغادي نخليهم واحد 10 دقائق كيغلى الحمص مع ديك لاصوص باش يتخلطوا بجوج ويعطيونا واحد المرقه خاطره. صافي غادي نخليهم واحد شويه صافي وغادي نرجع معكم. وهنا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما دازت هذيك 10 دقائق كيف كتشوفوا ها هو صافي راه غلا العطريه مع باقي المقادير كيف ذكرت معكم. صافي دابا غادي نطفي عليه وغادي نمشيو للتقديم ان شاء الله. هنايا بغيت نوريكم باش كنرافقوا هذاك الحمص ولا زيبينار. حنا كنعيطوا له هنايا البوطاخي. هنايا خديت 2 بيضات. المهم البيض على حسب افراد ديال الاسره، يعني بيضه لواحد. هنا خديت زليفات هكا صغيورين ودرت لهم هاد السلوفان. هنايا كيف كتشوفوا معايا غادي ندير هنا بيضه البيض والصفر كامل في العوض. بغيتو تسلقوه سلقوه، بغيتو تسلقوه سلقوه، بغيتو ديروا هاد الطريقه اللي كنوريكم دابا ديروها. كتجي زوينه. كناخذوا هاد البلاستيك ولكن تنقطعوا واحد الطرف اللي هو كبير اللي غادي يجمع لينا البيضه صافي. وغادي نجمعوا البيضه ديالنا كامله هكا على هاد الشكل. كنخليو هاد القنيات هذا هكا كيف كتشوفوا معايا. ما عرفتش كتشوفوا ولا ما كتشوفوش، بلاتي نقرب لكم الكاميرا. كناخذوا هاد القنيات هذا وكنسدوه على البيضه مزيان باش ما يخرجش لنا البيض ملي نكونوا كنديروه في الماء باش يتسلق. هانتوما المهم نتوما واللي بغيتو بصح الطريقه هذه انا كتعجبني، كتجي زوينه، تيجي حتى الشكل ديال البيضه كيجي زوين. صافي كنزير مزيان على هذا الشكل هكا. هانتوما درت الكاسروله ديال الماء تتغلى. هنا خليت الماء حتى غلى. خديت القياس اللي غادي نطيب فيه هاد البيضات هادو حتى غلى. غادي ندير فيه هاد البيض هذا هكا على هاد الشكل. شوفوا معايا نتوما هنايا صافي. وغنخليه يتسلق عادي بحال البيض ونرجع معكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحمص بلي زيبينار. كيجي خطير وكيجي زوين بزاف. اكيد اللي جربتوا هاد لاغوسيط هادي غادي تعجبكم. وهذه هي الوقيته ديالها غنيه بلي فيتامين. هذيك البيضه حيدتها من البلاستيك قسمتها على 4 صافي ودرت عليهم التحميره من الفوق. ممكن لكم ديروا واحد خطيط ديال زيت البلديه. المهم هادشي كيبقى اوبسيون ديالكم نتومايا. نتمنى الا جربتوا هاد لاغوسيط وعجباتكم خليوا لي لايك. ما تنساوش تبارطاجيو هاد القناه مع العائله ديالكم وحبابكم. وملي تدخلوا تفرجوا ديروا لايك تدخلوا تفرجوا وما كتلايكوش يعني المحتوى ديالي يعني ما كنهضر على حتى شي حد، ما كنهضر لكم لا على مشاكلي، ما كنهضر لكم على حتى شي حاجه، يعني طبخ وبس. كنشكركم جزيل الشكر وكنتمنى تشجعوني اكثر واكثر. شكرا لكم بزاف. والى فيديو جديد ان شاء الله وبسلام عليكم.